اهلا وسهلا بيكم في قناتي الطبخ للجميع. النهارده مش هنعمل اكل، قلنا نعمل كده روتين مع بعض، غسيل المواعين بس. يعني اوريكم انا بنضف مطبخي ازاي او بنضف مواعيني ازاي. اول حاجه انا بغسل الرخامه بتاعه الحوض عشان احط عليها المواعين براحتي. وارص طبعا الكوبايات لوحدها، الاطباق لوحدها، والمعالق لوحدها كمان، والحلال بعد كده بتبقى اخر حاجة. احنا كلنا نضف في بيتنا انا عارفة والله، بس انا قلت اوريكم انا بعمل ازاي، شغلي بشتغله ازاي. ده المطبخ بتاعي، ده الحوض بتاعي. اول حاجة انا بغسل طبعا الكوبايات، هنضفها كويس وبعد كده بصفيها وبرجع احطها في المطبقية بعد كده. وكمان هنغسل العيون بتاعة البوتاجاز النهاردة. انا قلت اعمل بدل ما نطبخ ونعمل اكل وكده، قلت نغير في الفيديوهات بتاعتنا النهاردة، نعمل المطبخ. احنا مش هننضفه تنظيف كامل، لا، تنظيفة الكاملة دي هنعملها مرة تانية في فيديو برضو، عشان انا عايزة اوضب المطبخ وارصه فيه حاجات لسه كنت جايباها وكده. فهنشوفها مع بعض برضو، هنشوف وانا برصها تبقى عاملة ازاي وشكلها عامل ازاي. الروتينات دي بتبقى جميلة جدا، يعني الواحد بيحب ينظف الحاجة وكده بحيث ايه الدنيا تبقى رايقة من حواليه. وبعدين شغل التصوير يا جماعة بياخد مجهود بزيادة وبياخد مواعين بزيادة على فكرة، يعني مش الأطباق بتبقى خفيفة، لا، بتبقى أغلبيتها بتاعت التصوير يعني، واحنا بس بناكل في الأطباق بتاعتنا العادية، بس ايه ده بياخد ايه مواعين بزيادة. احنا دلوقتي دخلنا على الأطباق كده. معلش لو التصوير مش قد كده. دلوقتي اللهم صل على النبي. يا ريت الفيديو ده يعجبكم، ولو عجبكم برضو قولولي في الكومنتات، عشان خاطر لو عجبكم نعمل مرة تانية روتينات وكده، ونشوف برضو لو ممكن نعمل روتين في الشقة، روتين تاني في المطبخ، مش اللي انتوا عايزينه يعني. ما تنسونيش بالله عليكم في اللايك، لان انا التفاعل عندي قليل قوي. آه سوري. دلوقتي عايزين، بعد ما نخلص هنخش برضو على الاطباق البلاستيك. اكتر حاجة مملة في الغسيل المواعين الحاجات البلاستيكات دي، اكتر حاجة مملة. آم، بعد ما بنخلص كده بنحط الاطباق طبعا في المطبقية، لان أنا المطبقية بتاعتي فوق الحوض على طول. وعندي كمان مطبقية صغننة كده حطها على الرخامة دي، بصفي عليها حبة المواعين البلاستيكات دي، الحلل، المعالق كده يعني. دلوقتي بعد ما بنخلص خالص هندخل بقى على البلاستيكات الرخمة دي. التصوير على قدي، ليه مش انا اللي بصور الصراحة، ولا بنوتي التانية، لا، ده بنوتي الصغنونة هي اللي بتصورني، لان انا كانوا كله نايمين، فهي اللي كانت صاحية، فقلت لها ايه تعالي صوريني بقى وانا بقى بنضف كده المطبخ معاكم. احنا بعمل كمان لما باجي اغسل العيون بتاعة البوتاجاز. عشان كان بقالي فترة الصراحة ما غسلتهاش وكده، بسخنها الاول، بسخن ميه، بقوم حطاهم في الميه السخنه دي، وحبه كربوناتو او بيكنج باودر، وحبه خل، وعصره ليمونه، يعني ليمونه كامله كده بعصرها فيها. وبعد كده بسيبهم شويه منقوعين فيها، وبالسلكه الاستانلس بتبقى نظيفه وتحفه. كمان الحاجات دي كلها لما بتيجي تنضفي اي حاجه بيها الاستانلس، الخلطه دي ممكن تعمليها ببخاخه كده وتركنيها على جنب، تنضفي بيها الاستانلس، الرخام، السيراميك بتاع المطبخ، لو في مثلا بقع زيت او حاجه، الشفاط، كل ده لما بتعمليها بيها بتبقى جميله. ويعني الخلطه دي جميله جدا، مش وحشه، لا جميله، وكمان مش مكلفه، ولا بقى بتجيبي حاجه توجعلك ايديكي، ولا كلور ولا فلاش ولا الحاجات دي، لا، وامنه جدا، يعني اللي هو مش هتتضايقي منها. دلوقتي احنا كده بنشطف البلاستيكات، قلت اما اخلصها معاكم برضو. معلش لو الصوت فيه حاجة، لان انا مسجلة، فاللي هو لو في لجلجة او حاجة ما تتضايقوش مني، لان انا مسرعة الفيديو كمان، لان لو انا كنت مخلصة الفيديو كنا نقعد مثلا بتاع ساعة ولا حاجة على ما نخلص المطبخ. فهقول لكم تاني بالله عليكم اللايك والاشتراك، عشان خاطر انا نفسي القناة تكبر، وان شاء الله تكبر بيكم بإذن الله. هنا كنت بوريكم البلاستيكات مصفية على المطبقية الصغنونة ديت. وهنخش بعد كده على المعالق. البتاعة دي القطاعة دي بتاعت الجزر او اللفت، اللي هي بيتقطع بيها اللفت، بتبقى مشرشرة كده، جميلة جدا. على فكرة دي بنوتي جايباها لي، ربنا يخليها لي يا رب.
واخلص بقى بقية المواعين معاكم كده. بعدين دلوقتي ايه، نغسلهم كده وبنشطفهم. انا عارفه والله، انا معلش سوري، الفيديو انا هو طويل، فعشان كده ايه بنملى مع بعض الكلام، فاللي هو ايه معلش لو ايه طولت عليكم شويه ولا حاجه. صلوا على النبي في الكومنتات، يلا صلوا على النبي نكسب ثواب كده واحنا بنتفرج على الفيديو. البتاع الفرشه اللي هي على جنب اللي فيها الورده دي جميله جدا، دي بنغسل بيها برضو الحاجات اللي استلس او الحوض او الرخامه كده، جميله برضو. انا بستخدم صابون سائل سايب، مش صراحة مش بجيب اللي هو الازايز، بجيب نوع برضو حلو برضو من عندنا هنا بيبقى جميل. اول حاجة انا دلوقتي بشتغل الاول بالسكتشة اللي هي الليفة، وبعد كده بعمل بالسبونج قصدي، وبعد كده بالسلكة الاستانلس. هنخلص كله. وبعدين دلوقتي ايه، خلص المواعين المعالق الصغننة ديت كده. لو في مثلا اي حد عايز اي اكله مثلا معينه اكتبولي في الكومنتات، مثلا نعمل اكل ايه، يعني ايه اقترحوا عليا كده في الكومنتات نعمل اكل ايه مع بعض. وياريت لو وصلتوا معايا هنا للفيديو لحد هنا كده لايك بالله عليكم. انا بشطف البتاع اللي بحط فيها المعالق، الصفايه اللي بحط فيها المعالق بشطفها الاول، ممكن ليه نقطه صابون تكون جت عليها ولا حاجه. الصابون ممكن لو فضل فيها بيخلي لون المعالق مش حلو. نخلص كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا الروتينات ديت بتبقى حلوة قوي، بس ايه هي بتبقى طويلة شوية، معلش انتوا عارفين طبعا ان شغل البيت بيبقى طويل اصلا. لو مثلا عندك كمية مواعين زي اللي عندي ديت، كان عندنا فرح يعني. ايه ده المواعين دي كلها والله، مش عارفة ايه المنظر ده، كتير قوي. بس طالما في مواعين كتير يبقى في اكل وفي خير، الحمد لله. يا رب يديمها نعمة يا رب. الحمد لله. دلوقتي دخلنا على الحلل كده. اللي مستغرب ان انا سايبه الحنفيه مفتوحه، انا اهي قفلتها يا جدعان، عشان بس محدش يقول لي انت سايبه الحنفيه مفتوحه. انا قفلت الحنفيه. نشطب برضو الحلل ونشوف برضو احنا يعني بعد ما بخلص الحلل ان شاء الله هنعمل برضو عيون البوتاجاز، واوريكم البوتاجاز بعد ما خلصته هيبقى شكله عامل ازاي، بقى بيلمع وجميل. انا على طول والله ايدي فيه، بس انا كنت بقالي فتره الصراحه ما عملتش العيون، فقلت ايه النهارده طالما هعمل روتين كده معاكم اغسلها اوريها لكم ايه وانا بغسل ايه عيون البوتاجاز بتاعتي. ممكن لعل حد يستفاد مني ولا حاجه، يبقى ايه، يبقى حد لو استفاد مني يدعي لي او كده، اخد ثواب على الدعوه الحلوه دي. بس كده. نبتدي نشطف الحلال بقى مع بعض بالمنظر ده. اه النوتي طبعا بتصور لازم كده. انا قربت اخلص خلاص. الرخامة دي فكرة عملية جدا والله يا جماعة، جميلة جدا. انا الاول ما كانش عندي الرخامة دي، لسه كنت مركباها هنا من فترة قريبة، مش من كتير. كان عندي حوض عادي الاستانلس العادي، كنت عايزة اركب الرخامة دي، فقلت لازم بقى اركبها كده، ويعني ليه شكلها حلو. احنا كده دخلنا على العيون بتاعة البوتاجاز اهي بالسلكة الاستانلس كده. والخلطة اللي انا قلت لكم عليها بيكنج باودر او كربوناتو وخل و... وليمون، ونسيبهم منقوعين فيها شوية في حبة مية سخنة. بتخليها قشطة معانا، بتخليها كأنك لسه جايبة البوتاجاز جديد بالمنظر ده. بتشدي عليها شوية بس في الدعك كده، بتبقى نظيفة جدا. انا بس عشان اول مرة اعمل روتين معاكم، فمش عارفة، حاسة ان انا مكسوفة شوية ان انا بتكلم، يعني حاسة بتكلم كتير، معلش. نخلص كده المنظر ده.
السلكة الستانلس دي والله العظيم فكرة عظيمة عظيمة. انا بصوا ما بقدرش استغنى عنها خالص. ممكن استغنى عن السلك الناعم، بس الستانلس دي خالص لازم بيبقى عندي واحدة واتنين، يعني واحدة للمواعين وكده، وواحدة للبوتاجاز. ليه؟ لأن البوتاجاز برضو بيبقى دهون وساعات بيبقى واقع زيت، واقع بتاع طرطش الزيت، فما نخلي ده بعيد عن ده. كده انا بمسح البوتاجاز بعد ما صبنته المنظر ده كده. الفكرة بقى اللي جاية دي بصوا جميلة جدا. بعد ما بنمسحه خلاص بحتة كده يعني بتبقى قطن شوية، نعصر عليه نص عصرة ليمونة للتعقيم، للتعقيم. وبعد كده نحط ايه؟ ورق الجورنان. ورق الجورنان، ورق الجورنان كده بتلمع الدنيا، بتخلي زيها زي لما بتلمعي المرايات كده. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، ده المنظر. دلوقتي كده احنا دخلنا على الرخامة بتاعت المطبخ كده. قلنا نصبنها كده مع بعض. المساحة بتاعتي الجميلة بحبها قوي يا جماعة والله. بس وغسلنا بقى الحاجات اللي رصيناها ديت كده. والله ده شغلي العادي، بس هو بس اللي مش عادي ان انا صبنت عيون البوتاجاز، لكن العادي ان انا بصبن الرخامة كده وبصبن الحوض وبصبن المطبخ. يعني بعمل كل ده والله العظيم. كل ما بعمل المطبخ ما تفتكروش بس عشان في تصوير فانا بعمل كده، ده اللي بيتعمل والله العظيم كل مرة. انا طبعا عارفة ان كلكم نضاف في بيوتكم، ربنا يحميكم يا رب ويحميلكم اهل بيتكم يا رب، اللهم امين. المنظر ده كده. هنشطف دلوقتي الرخامة ديت. احلى حاجة والله، احلى منظر في الدنيا لما بتلاقي المطبخ كده اتشطب، ما شاء الله ما شاء الله. كده بالمنظر ده. خلاص كده ننزل المية اللي في على الرخامة، ونمسح برضو الأرض مع بعض. نمسح الأرض و بتاعتي الوردة بتاعتي الجميلة وقعت. بس كده نضفنا الرخامة والحوض وكله. هنمسح الأرض مع بعض. حبة حبة كلور صغيرين كده على الشرشوبة والمية عادي، ورشي حبة المية بتوعك ومسحي براحتك بس. ونضفي الدنيا كده تلاقي الدنيا راقت. والله احنا اللي بنصعب الحاجة على نفسينا. بخت المعطر بقى بعد ما بنخلص، بس انا كنت ايه شايلة الفرش حاطاه بره ينشف. كده خلصنا كله ورشة معطر. وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.